في يوم من الأيام كان في شاب اسمه أحمد ساكن في بيت قديم في حي من أحياء القاهرة القديمة. البيت ده كان كبير ومرعب، وكان دايما الناس بتقول عليه إنه مسكون، بس أحمد ما كانش بيصدق الكلام ده. كان دايما يقول لنفسه ده كله هزار، أو عشان البيت قديم وبطبيعة حاله بيخوف. في ليلة من الليالي أحمد كان جالس لوحده في الصالون، والساعة كانت حوالي نص الليل. فجأة سمع صوت غريب جاي من تحت البيت، من الكابو اللي كان مغلق ومش بيفتحه حد غيره. صوت خبط غريب وهدوء موحش. أحمد اتكسف وقرر يفتح القفل، وفعلا فتح الباب وراح ينزل على السلم المتهالك. لما نزل بدأ يحس ببرودة غريبة، وكل شيء حواليه كان مظلم ومفيش غير ضوء خافت من الكشاف اللي معاه. سمع صوت همس غريب وكأن حد بيتكلم معاه من عمق القبو، وقالوا له انت جيت في وقتنا يا أحمد. وقف لحظة، قلبه ضرب بسرعة وبدأ يحس انه مش لوحده. وفي اللحظة دي ظهرت له صورة غريبة، أشباح ووجوه مشوهة كلها عيون بتلمع في الظلام. بدأت الأصوات تزيد، وسمع صوت واحد يقول احنا اللي ساكنين هنا، واللي هيفتح الباب لازم يدفع التمن. أحمد حاول يهرب، لكنه حس إن الأرض بتتميله بيكتمله. حواليه بيضحك ويصرخ. فجأة ظهر له رجل عجوز عينه بتلمع، وقال له مفيش مفر يا ابني، انت دخلت علينا واللي يجي هنا لازم يواجه. أحمد حاول يصرخ، بس الصوت كان بيتوقف وبدأ يتلاشى، والأصوات بترضى وتختفي. لما فاقت كانت الدنيا ضلمة، وهو واقف على باب القبو ومفيش أثر للجن، بس حس إنه مش هيسيب البيت ده، وإن اللي في القبو ده ما هواش إلا بداية الغموض أكبر. ومن ساعتها وهو بيحس إن في حاجة بتراقبه، وكل ما يفتح القبو تاني بيحس إن الجن اللي ساكن فيه لسه